اسمي مدام سهام، وأبلغ من العمر 41 عاماً. فقدت والدي مبكراً، ليس موتاً، لكن والدي طلق أمي وأنا صغيرة وتركني لها. أمي كانت امرأة جميلة وأخلاقها عالية، رفضت الزواج من أجلي وتعبت حتى بلغت العاشرة. لكن القدر لم يرحمنا، وتوفيت أمي فجأة وأنا طفلة لا أفهم لماذا اختفت كل أحلامي. اضطررت للعيش عند خالتي وزوجها. يا إلهي، ما أصعب تلك الأيام. جوز خالتي كان رجلاً قاسياً بخيلاً، كل شيء عنده يحسب بأدق التفاصيل. حتى أولاد خالتي كانوا ينظرون إلي كالدخيل على حياتهم. لم يكن لدي ملجأ آخر، فوالدي وعائلته كانوا يتجنبونني كأنني غريبة عنهم. كنت أسأل نفسي: لماذا كل هذا القسوة؟ لم أرتكب أي خطأ، لكنها كانت خلافات بين العائلتين. عانيت في صمت حتى بلغت 16. لم أعد أستطيع تحمل المدرسة تحت سقف واحد مع جوز خالتي، فتركت التعليم وبدأت العمل. أمي رغم رحيلها تركت في داخلي بذور القوة والكرامة. كانت ذكية وعلمتني أن قيمتي تكمن في أخلاقي واحترامي لنفسي. كنت أترك أي وظيفة لا أشعر فيها بالراحة حتى لو خسرت أجراً. المبدأ الأول عندي: الحفاظ على الكرامة أغلى من أي مال. في ذلك الوقت تعرفت على زميلي في العمل. كان رجلاً هادئاً حنوناً مختلفاً عن كل من عرفت. لكن هل كان القدر سيبتسم لي هذه المرة؟ أم أن هناك مزيداً من الدروس القاسية في انتظاري؟ ماذا تخبئ الأيام القادمة لهذه الفتاة التي فقدت كل شيء ولم تجد سوى قوتها الداخلية لتواجه الحياة؟ بعد فترة من التعارف والعمل سوياً، تقدم لي زميلي للزواج. جوز خالتي لم يصدق أن أحداً يرغب فيي، فوافق دون تردد. تزوجنا، وعشت معه عاماً جميلاً. كان رجلاً بسيطاً، لا يملك سوى شقة متواضعة بإيجار ودخل يومي يكفينا، لكنه كان حنوناً ومحترماً، يعاملني كأنني كنز. كنت بحاجة لتلك الحنية بعد كل الجفاء الذي عشته. بعد سنة رزقت بابني مصطفى، لكن الفرحة لم تكتمل، فبسبب ظروف صحية صعبة توفي زوجي وتركني وحدي مع طفل في 7. قررت ألا أتزوج أبداً وأكرس حياتي لابني. رفضت عروضاً كثيرة من رجال مناسبين لأن طريقي الصعب كان واضحاً أمامي: إما أن أختار راحتي الشخصية أو أضمن مستقبل ابني. اخترت ابني دون تردد. نزلت للعمل في أي وظيفة. تعبت، شقيت، لكني كنت أبتسم كلما رأيت مصطفى يكبر ويتعلم. علاقتنا كانت استثنائية. لم أكن مجرد أم، كنت صديقته، أخته، معلمته. كنت أنقل له دروس الحياة التي تعلمتها بقسوة. علمته الكرامة والاجتهاد، وأن الإنسان يصنع قيمته بنفسه. كان يأتي إلي حين يحزن، وأفهم ما يدور في داخله من نظرة عينيه. نشأ شاباً مثالياً متفوقاً في دراسته حتى تخرج مهندساً. كم كنت فخورة به. لكن في داخلي كنت مهملة لنفسي تماماً. لا أهتم بملبسي، لا أتفرغ لصحتي، كل همي أن يكون بخير. ثم جاءت فرصة عمل رائعة له في الخارج. كان حزيناً لتركي، لكن صديقه المقرب ابن عائلة ثرية عرض علي أن أبقى في منزلهم مؤقتاً حتى يطمئن مصطفى. هل كانت تلك بداية فصل جديد أم فخاً محكماً؟ هل ستجد سهام الراحة بعد كل هذه السنوات من التضحية، أم أن القدر يخبئ لها مفاجأة أخرى؟ وافقت على عرض صديق ابني، لكن بشرط أن تكون إقامتي قصيرة جداً. كان اسمه كريم، شاب من عائلة غنية، لكنه يعيش مع والده فقط بعد انفصال والدتهما. دخلت إلى منزلهم الكبير، وخلال يومين فقط شعرت أن كل شيء غير طبيعي. الأب، الحاج عادل،
كان مشغولاً طوال الوقت بالعمل، لا يراه ابنه إلا نادراً. أما كريم فكان يعيش حياة فارغة، يخرج لساعات طويلة، لا مسؤولية، لا هدف. قررت أن أتدخل برفق. بدأت بالتحدث مع الأب، أشرح له أن ابنه بحاجة لوجوده، وأن العمل لن يحميه يوماً إذا ضاع الولد. الحاج عادل كان رجلاً عاقلاً، استمع لي وبدأ يغير مواعيده. ثم اقتربت من كريم، ليس كأجنبية، بل كأم حنونة تريد إنقاذه من الضياع. في البداية كان متحفظاً، لكنه بدأ شيئاً فشيئاً يسمع لي، ثم يتحدث معي، ثم يثق بي تماماً. غيرت روتين حياتهم، جعلت الأب يقضي وقتاً مع ابنه، وجعلت كريم يتحمل مسؤولية العمل إلى جانب والده. اندهشت كيف تغير هذا الشاب في أسابيع قليلة. أصبح كريم يجلس معي كل مساء، يحكي لي تفاصيل يومه، ويقول لي بعفوية: كنت أتمنى أن تكون والدتي مثلك يا سهام، أنت امرأة عظيمة. كان يسميني أحياناً أمي الثانية. في تلك الأثناء كان الحاج عادل يعبر لي عن امتنانه العميق. أخبرني عن زوجته السابقة التي تركتهم، وكيف أنها لا تسأل عن ابنها منذ سنوات، مشغولة بالسفر والمال والمظاهر. صدمت، لأني كنت أعتقد أن كل الأمهات مثل قلبي، لكنه قال لي: الناس أطباع يا سهام، ليس الجميع مثلك. تمر الأسابيع، وكريم يتحول إلى شخص جديد ناضج، وأنا أشعر بسعادة غامرة. لكن فجأة بدأ كريم يتصرف بشكل غريب، يطلب مني الخروج معه، وأصر على أن أزور طبيباً لعلاج قدمي المتعبتين. ثم فاجأني ذات يوم بهدية فاخرة، ساعة أنيقة جداً. هل بدأ كريم ينظر إلى سهام بنظرة مختلفة؟ وما الذي سيحدث عندما يتطور هذا القرب إلى شيء آخر؟ بعد تحسن حالتي الصحية بفضل إصرار كريم على علاج قدمي، بدأت أشعر بطاقة جديدة في جسدي. كنت أتحرك بخفة، وكأن الزمن عاد بي 20 عاماً إلى الوراء. لكن المفاجأة الأكبر كانت عندما أخذني كريم إلى أحد المحال الراقية، واختار لي ملابس لم أعتد عليها أبداً. كنت أعتقد أن هذه الأزياء لا تناسب عمري، لكنه قال لي مبتسماً: لماذا تظنين أنك كبيرة؟ عمرك 41 فقط، ما زال أمامك حياة طويلة وجميلة. ذهبت معه إلى صالون تجميل، غيرت تسريحة شعري، وارتديت ملابس جديدة أنيقة. وعندما عدت إلى المنزل، لم يعرفني الحاج عادل في البداية. وقف محدقاً في، ثم ضحك طويلاً عندما تأكد أني أنا نفس الشخص. في ذلك اليوم قدم لي كريم هدية الساعة، وشعرت للحظة أن هناك من يهتم بي حقاً كامرأة، وليس فقط كأم أو مربية. لكن سرعان ما لاحظت أن كلام كريم أصبح غريباً. كان يقول: مستحيل ألاقي واحدة زيك، أنت كنت خسارة في كل السنين اللي فاتت، وأنت اللي زيك خلاص. وهو يعلم أنني أكبر منه بكثير، فهو في عمر ابني تقريباً. حاولت تجاهل تصريحاته، معتبرة أنها مجرد عاطفة ابن نحو أم بديلة، لكنه أصبح أكثر جرأة. في إحدى الأمسيات وبينما كنا نجلس وحدنا، اعترف لي كريم بشكل مباشر أنه معجب بي ويريد الارتباط بي. شعرت بصدمة حقيقية، لم أستطع الرد، وطلبت منه مهلة لأفكر. في داخلي كنت أعرف أن هذا مستحيل، عقليتي لا تسمح لي بالارتباط بشاب في عمر ابني. لكن هناك جزءاً آخر مني كان يشعر بالإطراء، أو ربما بالحيرة. ذهبت إلى الحاج عادل في اليوم التالي وأخبرته بكل شيء. توقعت أن يغضب، لكنه قال لي شيئاً لم أتوقعه: هذا رد فعل طبيعي، لأنه فقد والدته. لكن الحل ليس أن يرتبط بك، بل أن يشعر بالأمان. وأنا أريد أن أطلب منك شيئاً آخر. ماذا يريد الحاج عادل أن يطلب؟ وكيف ستتغير حياة سهام بعد هذه اللحظة؟ نظر الحاج عادل إلي بجدية،
ثم قال كلمات جمدت الدم في عروقي. سهام، أنا لا ألوم ابني على مشاعره، لكني أريد أن أكون صريحاً معك. منذ شهر وأنت معنا غيرت حياتنا بالكامل. علمتني كيف أكون أباً حقيقياً، وجعلت من كريم رجلاً مسؤولاً. وأنا لا أستطيع أن أتخيل العودة إلى الحياة بدونك. تابع حديثه بصوت خافت. أعرف أن فارق السن كبير بيني وبينك. لا، بالعكس، نحن في عمر متقارب. ما أريد قوله هو: أريد أن أرتبط بك رسمياً، ليس كمساعدة أو مربية، بل كزوجة وشريكة حياة. صمت لثوان، وقلبي ينبض بعنف. ألم يحن الوقت أخيراً لأعوض عمري؟ ألم أتعب طوال السنين وأهملت نفسي من أجل الجميع؟ تذكرت شبابي الضائع والملابس التي لم أستطع شراءها والفرص التي هربت مني. وقفت أمامي صورة مصطفى وهو يبتسم بعد نجاحه، لكنه بعيد الآن في سفره. ثم نظرت إلى الحاج عادل، رجل محترم كريم وأب أحبه ابني. فجأة شعرت أنني أستحق هذه الفرصة. وافقت. لكن عندما علم كريم بقرار ارتباطي بوالده تغير وجهه بالكامل. صرخ في وجه والده ثم جاء إلي محطماً: كيف تفعلين هذا؟ أنت من جعلتني أشعر أنني إنسان، كيف تختارينه أنا؟ حاولت أن أشرح له أن مشاعره تجاهي كانت مجرد حاجة عاطفية، وأن العمر والحياة لا يسمحان بعلاقتنا، لكنه لم يسمع. غادر كريم المنزل في تلك الليلة ولم يعد. الحاج عادل أصبح حزيناً باكياً، ينظر إلي بعيون تحمل اللوم. هو لم يقل شيئاً، لكني شعرت أنه يراني سبباً لابتعاد ابنه. ليلتها جلست وحدي في غرفتي أتساءل: هل كان قراري خاطئاً؟ هل خسرت احترام من أحببتهم لأجل أمل في سعادة متأخرة؟ هل سيعود كريم إلى المنزل؟ أم أن سهام ستدفع ثمناً باهظاً لاختيارها المتأخر؟ أسابيع مرت وكريم لم يعد. الحاج عادل صار ظلاً لنفسه، لا يتحدث كثيراً ولا يخرج من غرفته إلا للضرورة. حاولت مراراً أن أستمع إليه، أن أشاركه حزنه، لكنه كان يبتعد برقة. في إحدى الليالي سمعته يحمس في المكالمة الهاتفية مع ابنه: تعال يا بني، البيت من غيرك مش بيت. من الطرف الآخر سمعت كريم يقول: ما تقلقش عليها، هي هتعيش معاك، أنا مش هقدر أشوف وشها كل يوم وأنا عارف إنها اختارتك. شعرت وكأن سكيناً تخترق قلبي. هل أخطأت حقاً؟ هل كان بإمكاني التعامل مع الموقف بشكل مختلف؟ تذكرت ابني مصطفى وكيف كان دائماً يخبرني: أنت أهم إنسانة في حياتي يا أمي، وأسعدني أن أراكِ سعيدة. لكن هل سعادتي تستحق أن أفكك أسرة كانت تحتاج إلي؟ هل كنت أنانية للمرة الأولى في حياتي؟ جاءتني فكرة جريئة. ربما يكون الخيار الأصح أن أرحل، أترك هذا البيت وأعود إلى حياتي البسيطة حتى لو وحدي. فكرت في الاتصال بمصطفى وإخباره بكل شيء، لكن خفت أن يحزن أو يفقد تركيزه في عمله الجديد. في داخلي صارعت بين الرغبة في البقاء مع رجل أحترمه ويبادلني الشعور، وبين الخوف من أن أكون السبب في تمزيق علاقة أب بابنه. في المساء بينما كنت أجلس على الأريكة دق جرس الباب. فتحت الباب فإذا بكريم يقف أمامي، عيناه حمراوان ووجهه متعب. نظر إلي وقال بصوت مبحوح: تعالي أخرج معايا مرة أخيرة، وعديني إنك هتسمعيني من غير ما تقاطعيني، وبعدها سأقرر مصيري. شعرت بالخوف والحيرة، لكني أومأت برأسي وارتديت معطفي. خرجنا معا، والمطر يهطل بخفة على نوافذ السيارة. صمت طويل، ثم بدأ كريم يتكلم. ماذا سيقول كريم لسهام في هذه الليلة الأخيرة؟ وهل ستتمكن من إصلاح ما تهدم، أم أن نهاية هذه القصة
ستكون مؤلمة للجميع.